أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات قرأنا مع بعض أول سنبلة من القسم الأول في كتاب 7 سنبلات، والبودكاست دوت هنقرأ سوا السنبلة التانية وهي الفروع. ولكن قبل ما أبدأ أحب أفكركم ما تنسوش تعملوا لايك أو ديسلايك وتكتبولي رأيكم في الكومنتات وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكوا كل سنبلة جديدة. السنبلة التانية وهي الفروع. زدني بفرط الحب فيك تخيرا. الحب شيء جميل عندما تجده، فإن العالم أجمع تنبعث منه رائحة أحلام اليقظة. ده بالظبط اللي بيحصل لك كنتيجة منطقية لمرحلة سحر البداية. انت بتكون لسه ما خرجتش من مرحلة السحر، بالعكس انت غرست فيها. انت وبكل معنى الكلمة وترجمتها الحرفية بتعيش إحساس الفيلينج in love. وقعت على وشك، حبيت فعلا. خرجت من مرحلة الانبهار والإعجاب لمرحلة التعلق الحقيقي بالشخص. التعلق بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة، بنبرة صوته ونظراته وضحكته وتعبير وشه وهو بيتكلم، بالطريقة اللي بيعبر بيها عن زعله، غيرته، تكشيرته وعصبيته، شكله وهو سرحان في حاجة، طريقة لبسه والألوان المفضلة بالنسبة له، البرفانات اللي بيستخدمها، الأكلات اللي بيحبها، الأماكن اللي بيتردد عليها، كل حاجة متعلقة بيه من قريب أو من بعيد. انت تلقائيا تلاقي نفسك اتعلقت بيها من كتر ما انت بتحبه. في الوقت ده انت كل اللي بتشوفه بيبقى مميزات بس. انا مش عايزة اصدمك بالواقع بدري، بس عارف لما تقيس اللبس في البروفا قبل ما ترجع تشوفه تاني في البيت، كل الحكاية ان انت ماشي ومش عارف انت رايح فين، لكن مبسوط جدا. شايف حياتك كلها عبارة عن شخص واحد متمسك بيه كأنه آخر وسيلة للحياة، مستعد تحارب الدنيا كلها عشان خاطره، مستعد تروح لآخر العالم عشان تفضل معاه، تبذل مجهود وتقدم عطاءات وتضحيات كبيرة وتتنازل عن حاجات مهمة جدا بالنسبة لك عشان هو يكون راضي. وقتها بس كل اللي بيتفرج عليك من بره ما بيبقاش فاهم انت بتعمل كل ده ليه، وليه بتتعب كده، وليه اتغيرت وبقيت بتعمل كل الحاجات اللي محدش كان يتوقع انك تعملها. ليه تأجل خروجتك مع أصحابك مثلا عشان تروح تشوفها؟ ليه توفري من مرتبك أو مصروفك عشان تجيبيله هدية؟ ليه بترغي في الموبايل بالساعات في حين ان انت مع الناس التانية بتكملش دقيقة؟ تبقى هيمان وعايش كأنك في حلم جميل مش عايز تصحى منه أبدا. ليه؟ يا بنت أبوك اشترى الهدوم دي عشان تلبسيها. امتى ان شاء الله؟ يعني لما تيجي مناسبة. لا هتلبسيهم بقى النهاردة. يا سلام يا ماما، عايزاني البس فستان جديد عشان احمل حمار. حمار ايه يا بنت اللي انتي مهتمية بيه سايبة الحمار التاني اللي قاعد في البيت؟ هو احنا عندنا حمار تاني في البيت؟ ايوه، عطية. يا سلام عليكي يا ماما، بطلي الهزار ده بقى، عايزاني احمي عطية كمان؟ محمد خان لخص التحول اللي بيحصل في حياة المحب وتأثير سهم كيوبيد عليه في أحد أمتع مشاهد فيلم خرج ولم يعد، لما كانت ليلى علوي وهي البنت الريفية البسيطة اللي مكملتش تعليمها وما تعرفش غير شغل البيت، بعد ما استجابت لمحاولات أمها في لفت نظرها إنها تهتم بنفسها عشان في راجل جديد في البيت، راجل بدرجة عريس مستقبلي. ازاي بان التحول في الشخصية على مدار أحداث الفيلم، ازاي كان حبها العطية لعب دور كبير في اهتمامها بنفسها وحببها في الحياة وخلانا معاها نكتشف قد ايه هي كانت شخصية جميلة وتتحب. في 2015 وتحديدا في ديوان زي الأفلام كتبت قصيدة عن الأثر النفسي للحب على البنت أول ما بتدخل تجربة جديدة، وإزاي بتتحول من شخصية خايفة تقرب منك لشخصية ممكن تعمل المستحيل عشانك. القصيدة بتقول: في مصر البنت خوافة وشفافة، بتضحك بس مكسورة، ملامح وش في الصورة، عشان ما تبانش نكدية، تبيعلك قلبها كله مقابل أي حنية، وتتحول لأهل وبيت وقلب يساع وحضن يضم. في مصر البنت لو حبت بتتحول لطفلة وأم. في مصر البنت لو حبت ورود مشاعرها بتنبت وترجع كلها رقة، ليصغر قلبها في السن، يا خوفي منها لما تغير، يا عيني عليها لما تحن. تصاحبك تبقى أجدع حد، تحبك
يبقى حب بجد، وتبقى أختك وبنوتك وحدوتك ونهايتها. في مصر البنت لو ضحكت بتضحك ليها مرايتها، يجوز مخلوقة من سكر تدوب في العمر فبيحلو، يجوز مخلوقة من طيبة وطاقة حب مالية الجو، يجوز في الأصل كانت غنوة بتملاك راحة نفسية، ما تلف وتقابل ما يفضلكش غير هي. أمتع وأهم حاجة في المراحل دي إنك بتلاقي حد شايفك شخص متكامل، شخص تقدر تعمل أي حاجة، وده بيأكد على مقولة تانية من فيلم ديد بوي: أنت لا تحتاج أن تكون بطلا خارقا، فقط قم بإيجاد الفتاة المناسبة وهي ستجعل منك بطلا خارقا. وأنا بذكر الفيلم ده تحديدا كمثال عشان بعد ما البطل ملامحه اتشوهت خلال الأحداث وكان خايف إن حبيبته تبطل تحبه، خصوصا إنه اختار في البداية يعيش من غيرها لحد ما يلاقي حل لمشكلته، وكان عايش في الوقت ده مع ست مسنة وضريرة، يعني كده كده مش شايفاه ومش محسساه بمشكلته، اللي شافها في كل نظرات الناس ليه. وكان صدق الفيلم بالنسبة لي في نهايته، وانه بعد ما حبيبته شافته قالت له بعد فترة هي هتتعود، وفي النهاية هو مجرد وش، وانها هتكون سعيدة لو كملت حياتها معاه. طبعا هي ما قالتلوش انه كده اجمل وان الجمال جمال الروح، هي قالت الحقيقة اللي تخليه يحترمها ويصدقها ويتقبل دعمها ليه. كمية الدعم المعنوي اللي انت بتلاقيه من الطرف التاني كفيلة انها تخليك تتجاوز اي ازمة بتمر بيها وتخرجك من دايرة اي ضغط، ووقتها بتحس فعلا انك تقدر تعمل اي حاجة. كذلك في فيلم فريدة، وهي سيرة ذاتية عن حياة الرسامة والفنانة التشكيلية فريدة كاهلو، في مشهد بيجمع بين فريدة اللي هي بطلة الفيلم وديجو حبيبها، كانوا بيدخلوا لأول مرة في علاقة. فريدة كان عندها هاجس نفسي من فكرة ان اي حد يقرب لها، خصوصا انها تعرضت لحادثة قديمة كانت آثار الخياطة والجروح مالية جسمها، وطبعا ده أثر على ثقتها في نفسها. كانت خايفة لو ديجور شاف آثار الجروح والندبات دي انه يفقد شغفه بيها، كان كده هي بنفسها قالت له ان جسدها كله ندبات وجروح عميقة، وكشفت له اكبر جروحها عشان يشوفه. ما كانش من ديجو الا انه قال لها you are perfect. استخدامه للتعبير ده تحديدا واللي معناه الكمال كان سبب كافي انه يمنحها الطمأنينة والسلام النفسي، خليها تحس انها وجدت الشخص اللي يقدر يشوفها بقلبه قبل عينيه. كون فريدة شخصية مبدعة خلاها تحب نفسها، تتقبل نفسها زي ما هي، خصوصا انها طول الفيلم كانت بتقوله انها بتحبه اكتر من حبها لبشرتها، كانت تقصد ببشرتها هنا اثار الجروح والندبات اللي تسببت فيها الحادثة. انا مثلا عندي ما لا يقل عن 32 غرزة في اجزاء متفرقة من رجلي الاتنين، نتيجة لعمليات تطويل الاوتار اللي عملتها وانا طفل، مرورا بعملية معقدة في الركبة. طبعا انا مش هكدب وهقول اني كنت متصالح مع ده في البداية، خصوصا ان الجروح دي حصلت في الفترة اللي كنت فيها من 4 سنين ل15 سنة، يعني عمري ما كنت هبقى مدرك يعني ايه احب نفسي واتقبل عيوبي. بس بمرور الوقت اكتشفت ان لما بحب حد بحبه برغم كل ما هو عليه. اكيد لو حد هيحبني زي ما انا ده هيخليني احب نفسي وتصالح مع ذاتي، حتى لو انا مش متصالح مع شكلي ومع عيوبي سواء جسدية او حتى نفسية. قال قيس بن الملوح: امر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. قيس بن الملوح اللي من كتر حبه الليلة العامرية لما شاف الكلب بتاعها طلع يجري وراه عشان يعرف منه مكانها، وهو ماشي عدى على جماعة من المصلين، وهو راجع قال له: والله ما رأيتكم، ولو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني قط. الحب بالدرجة دي من التطرف في المشاعر عمره ما هيخليك تشوف عيوب، وان شفتها فهي عمرها ما هتهمك ولا هتفرق معاك، حتى لو كانت من وجهة نظر الناس والمجتمع عيوب ما ينفعش تتجاوز عنها. وفي فيلم رسائل البحر مشهد مهم بيتكلم فيه آسر ياسين اللي هو يحيى عن حبه البسمة اللي هي بطلة الفيلم، وازاي هو بيحبها بس مش قادر لحد اللحظة دي يتصالح مع فكرة انها فتاة ليل، مع انه متعايش معاها ومش قادر يستغنى عنها. يحيى انت تقدر تتجوزها؟ انت رأيك ايه؟ اتجوزها؟ ليه يا يحيى؟ ليه يا يحيى تشتري التذكرة لما انت تقدر تشتري الترماي؟
علشان مش قادرة اقبلها زي ما هي، يبقى سيبها وما تتدخلش كتير في حياة الناس. لازم نكون عارفين ان الحب كفتين ومفيش حد كامل، والمفاجأة كمان اننا ما بنكملش بعض، احنا بنتعايش ببعض، بنتأقلم على بعض. عيوب شخص بالنسبة لشخص غيره ممكن تبقى مميزات، عشان كده كل واحد بياخد العيوب اللي مش عارف يشوفها، معنى أصح العيوب اللي وقت ما يشوفها يقدر يتعايش معاها، أو عشان ده اللي هيخليك تلاقي المفتاح الحقيقي لأي علاقة ناجحة. وأقصد هنا بالنجاح يعني استمرارية العلاقة وقدرة الطرفين على مواجهة كل اللي بيحصل. وفي النهاية هتلاقي نفسك مش بتاخد حد شبهك أو بتدور على حد يكملك، انت عايز حد تكمل حياتك معاه في سلام، حد مهما حصل بينكم يفضل باقي عليك، متحملك وعايز يفضل معاك للآخر، حد يغير وجهة نظرك عن ان الناس محطات، حد تقدر تقول عليه my everything. وكل واحد فينا عنده حدوتة زي دي، عنده قصة تعب فيها وحب من قلبه، وعاش كل التفاصيل اللي بحكي عنها دي، عاشها واستمتع بيها، وبصرف النظر عن اي حاجة حصلت بعد كده، إلا إننا هنتفق كلنا على إن كل المشاعر اللي عشناها في المرحلة دي كانت بجد. خلينا معترفين إن مشكلة المرحلة دي هي إن ممكن تطرفك في المشاعر وجنانك ده يكون عبء على الطرف التاني، وما يقدرش يحتويه ولا يتعامل معاه، لأن انت في المرحلة دي بتكون غير سوي وتصرفاتك بتبقى مش محسوبة معظم الوقت. وده على قد ما هو ممتع احيانا، على قد ما هو ممكن يبقى ليه عواقب وخيمة. ممكن تلاقي نفسك من غير ما تاخد بالك بقيت بتحب بطريقة مزعجة، ووصلت لأقصى درجات الحب، وخبطت سقف النشوة، واللي قدامك لسه بيستكشفك، لسه بيتعرف عليك. وهنا مؤشر الخطرة بيزيد، لانك بتحس انك بتفرض نفسك عليه او بتحبه من طرف واحد، لانك مش بتحس انه بيبادلك نفس الكم من الطاقة والاندفاع والجنان. صعب جدا انك تفقد السيطرة على مشاعرك وتحب من غير لجام، بس انا بقول حاول، ما تستعجلش على نفسك، ما تديش كل اللي عندك، وما تعملش المستحيل بدري، عشان ما يبقاش المستحيل اللي بتعمله دلوقتي هو الطبيعي اللي لازم تعمله بعد كده. الحب جنان بس لازم يبقى جنان عاقل، درجة بسيطة من العقلانية تمنعك انك تأذي نفسك او تأذي اللي معاك، تبقى مدرك على الاقل انت بتعمل ايه وايه النتائج اللي هتترتب على اللي انت بتعمله. خد من الجنان اللي في الحب حلاوته وجرعة السعادة اللي فيه، بس اوعى تلغي عقلك خالص. الحب مش قلب بس، الحب فيه حسابات، عشان انت من اول ما بتحب بتبقى شخص مسؤول عن طرف تاني. ممكن جنانك ده يبوظ له حياته، او ممكن هو يكون ما بيحبكش اصلا فيحبك شفقة او خوف عليك، او حتى يحب حبك ليه ما يحبكش انت. في كل الحالات انت اللي هتتضرر، انت اللي هتعاني، انت اللي ممكن تورط نفسك في قصة حب من طرف واحد، وهيجي الشخص اللي انت عملت المستحيل عشانه ويقولك انا ما طلبتش منك حاجة، وهتبقى انت اللي غلطان وقتها، عشان انت اللي رميت تقلك كله واستعجلت على نفسك، وفي الاخر انت اللي حياتك هتبوظ. يقال ان رجل شاف دب كبير مربوط وبيعوي، الراجل اتأزم من اللي شافه، صعب عليه الدب، فك قيوده ونام تحت شجرة عشان يرتاح. وفجأة جت ذبابة على وش الراجل وهو نايم، قام الدب ده من كتر حبه في الراجل اللي فكه وكان سبب في حريته، جاب صخرة كبيرة رماها على وش الراجل عشان يموتها فقتله. وهنا جه مثل الدبة اللي قتلت صاحبها. عشان كده الحب اللي بيبني ممكن يهد، والحب اللي بيبقى من غير عقل خالص ده بيبقى حب مرضي، حب مؤذي للي بيحب واللي بيتحب. افتكر دايما ان من الحب ما قتل.